أكثر من 250,000 زائر، والله هن حوالي، مش ما نكون لا نقول أكثر، حوالي 250,000 زائر لموقع صدى الملاعب على الإنترنت شاركوا في التصويت لمن يعتقدونه أفضل لاعب عربي في الألفية الجديدة، يعني من عام 2000 حتى 2011. ونحن توخينا الشفافية في طرح الأسماء التي وصلت إلى 21 نجم من خيرة نجوم العرب في هذه الفترة. والحقيقة كل الشكر لموقعنا وإدارة الموقع بهاء يوسف اللي تعذب كثير حقيقة حتى رجعنا عدنا الموقع كما كان وكما كان متوقعا حسب نسب التصويت المبكرة. كان اللقب من نصيب تدددم سلام المناصير، ما له علاقة طبعا بس هو عمل تقرير. لا نقبل إلا بالموضوعية ونعتمد المهنية في اختيار الاستفتاءات والعناية بانتقاء الأسماء، والمصداقية تزداد يوما بعد آخر. وبشهادة جمهورنا فقد طرحنا الكثير والمثير والمختلف عن الآخرين، وآخر استفتاء أشعل حربا إلكترونية وجماهير العربية تفاعلت عبر موقع صدى الملاعب لاختيار النجم العربي الأول في الألفية الجديدة. 41 صحيفة وموقعا إلكترونيا، فضلا عن بعض المحطات العربية الفضائية ووكالات الأنباء العالمية، جميعهم تابعوا باستمرار نتائج الاستفتاء وغطوا كل صغيرة وكبيرة. نعم، إنه الاستفتاء الأكبر، والدليل الأصوات التي فاقت 240,000. 21 نجما عربيا من المحيط إلى الخليج تم اختيارهم ليكونوا القائمة النهائية ضمن استفتاء أفضل لاعب عربي في الألفية الثالثة. المنافسة في الأيام الأولى كانت شرسة للغاية، والصدارة تغيرت كثيرا، ولكن بعد مرور الأسبوع الأول اكتسح النجم السعودي محمد نور الجميع وانتزع المركز الأول بعد أن حصد أكثر من نصف أصوات المصوتين، تاركا خلفه الكويتي بدر المطوع، وحل الأردني رأفت علي ثالثا، والسوداني هيثم مصطفى رابعا، فيما جاء الجزائري مجيد أبو قرة في المرتبة الخامسة. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا. القوة العاشرة نور الاتحاد وقائد السعودية وصاحب الإنجازات اللامعة في السنوات العشر الماضية، هل يستحق الجائزة؟ يتساءل الكثيرون، فهل هو أفضل من سامي الجابر ومحمد أبو تريكة ومروان الشماخ وعلي الحبسي وغيرهم من الأسماء العربية المميزة؟ الإجابة: عليكم أن تتعرفوا أولا على مسيرة هذا النجم وما حققه في الفترة الماضية، فهو يملك ألقابا كثيرة وأوسمة عديدة، فهو من قاد ناديه الاتحاد لبطولتي آسيا والبطولة العربية 2005، وهو من ساهم مع الأخضر بإنجاز خليجي 16 وكأس العربي 2002. فوز باستحقاق وإنجاز جديد يضاف إلى رصيد وافر ومستمر. محمد نور سيحل ضيفا علينا بعد شهر رمضان المبارك ليستلم الدرع التذكاري في احتفالية خاصة بأفضل لاعب عربي في الألفية الجديدة. سلام المناصير، صدى الملعب. كل الجماهير وياك تهتف إلك مسرورة. منقول 1000 مليون تريليون نورليون مبروك لقائد المنتخب السعودي وفريق الاتحاد محمد نور، اللي معي الآن هو على الهاتف كأفضل لاعب متوج عربي متوج في الألفية الجديدة. مساء الخير. هلا، مساء النور حبيبي. انطباعك الأول، و139,000 من أصل 241,000 صوتوا لك كأفضل لاعب عربي أمام أبو تريكة ومحمد مجيد بوقرة وسامي الجابر وياسر قحطاني وأسماء كثيرة وبدر المطوع. كابتن. الو. ايه هلا كابتن حبيبي، تفضل. بدي انطباعك الاول. احب امسي. ايه تفضل. اول شيء احب امسي عليك وامسي على ضيوفك الكرام. انا محمد شرفنا. الله يسلمك. بالنسبه لي نعم، يعني الله يبارك فيك. ثاني شيء، ويعني صراحه يعني هذا فخر، يعني شيء اعتز فيه انه يعني التصويت بيكون
يعني بهذه الأكثرية بالنسبة يعني خاصة بمنافسة يعني على لقب يعني غالي، يعني وفي نجوم كبار أمثال سامي الجابر ومجيد أبو قرة وياسر القحطاني وهيثم مصطفى صراحة وبدر المطوع، يعني أسماء كلها لها ثقلها في بلدانها ولها خبرتها ولها يعني مشاركاتها. في أحمد حسن وفي أبو تريكة وفي الحضري بعد، يعني لعيبة كلهم ما شاء الله تبارك الله كلهم غنيين عن التعريف يعني. وكله لاعب يعني له صلاته وله جولاته. هل وانا احب اشكر كل اللي صوتوا لمحمد نور. 139,000 صوتوا لك يا محمد، حتشكرهم واحد واحد؟ والله اشكرهم واحد واحد ان شاء الله، واحرد لهم ان شاء الله الجميل هذا، ان شاء الله اني اشد حيلي ان شاء الله واطور يعني من مستواي ان شاء الله. نحن لسه قدامنا كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طبعا محمد انت الان يعني تتوج كافضل لاعب في الالفيه وانت قائد المنتخب السعودي، هل هذه ايضا يعني اجت هيك مع بعضها؟ والله نقول الحمد لله، يعني هذا فضل من الله يعني سبحانه وتعالى، وبرضه معليش ما انسى اني يعني اهنيكم واهني يعني العالم العربي كله برمضان، شهر مبارك ان شاء الله علينا وعلى الكل باذن الله. ان شاء الله يا رب. احنا بدنا نبعث لك نحط لك صوره واحده بقى وانت هيك ضحكان ومبسوط اليوم. هل هذا فعلا الاستفتاء بشكل لك اضافه في حياتك محمد؟ والله اكيد يعني انه تحصل على لقب كبير زي هذا، يعني انه يعني ألفية ومن 11 سنه 10 سنين، يعني اكيد هذا بيكون لقب يعني خاص واعتز فيه ان شاء الله، يعني في حياتي الكرويه ان شاء الله وفي حياتي الثانيه ان شاء الله التجاريه ان شاء الله. داخل على البزنس شغلنا شريك معك ان شاء الله. شريك معي طبعا. احنا والله خلاص قدم مع صدى الملاعب عني، ايش رايك تصير مذيع؟ محمد سؤال على السريع. بصير مقدم عشان انافسك كمان. والله انت خلاص ان شاء الله 100,000 هذول عشان 100,000 دول صوتوا لي ان شاء الله يصوتوا لي كمان معك ان شاء الله، بصير مقدم ممزي. محمد على السريع، رايك بالقرعه اللي صارت للمنتخب السعودي مع تايلاند و يعني والله شوف بالنسبه للقرعه هذه يعني انه انا اتمنى انه من يعني المسؤولين ومن حتى اللاعبين انهم ما ياخذوها يعني سهوله، يقولوا انه المنتخب السعودي ومنتخب الاسترالي يعني الاقرب، يعني خاصه بعد الهبوط الحاد للمنتخب العماني. نعم. وبرضه المنتخب التايلندي، يعني بالعكس يعني هذه اخطر شيء انك تلعب مع منتخبات يعني. طب هل هي صعبه مثل ما قال محمد مسحل ولا ماشي حالها؟ والله انا بالنسبه لي صعبه يعني هذه البطوله، خاصه يعني بعد يعني الهبوط اللي صار للمنتخب السعودي يعني والكبوه اللي صارت في كاس اسيا، ويعني زي ما انت شايف الشارع الرياضي السعودي يعني مو مقتنع باي شيء يقدمه المنتخب السعودي حاليا. نعم. يعني ما حيقتنع الشارع الرياضي الا بتحقيق نتائج يعني ايجابيه، وهذه النتائج الايجابيه تتحقق امام منتخبات يعني كبيره وعريقه. نعم. محمد ماذا تقول لجمهورك وللجمهور العربي والسعودي ككلمه اخيره قبل ما نقول لك شكرا؟ والله اقول لهم الف 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 شكر ان شاء الله، وان شاء الله انا من نفس الشيء اللي اقدر اقدمه لهم ان شاء الله، يعني اني اطور من مستواي. يعني ممكن الناس تقول ايش محمد يقول يطور من مستواه، يعني هو كبير يعني 33 سنه، يعني بالعكس يعني انا اشوف اني انا اقدر يعني اني اقدر العب، ما دام اني اقدر العب وامتعهم ان شاء الله باذن الله، يعني هذا الشيء اللي انا اقدر اقدمه لهم، يعني ما حقدر اقدم لهم اكثر من كذا، يعني انا ان شاء الله احاول اني اسعدهم واقدم الشيء اللي هم دائما يعني بيعملوه من محمد نور. حابب تقول شيء عن صدى الملاعب؟ دائما تقول لي ما بتخلوني احكي. لا صدى الملاعب يعني مو محمد نور انه بيقيم ولا شيء، يعني ما شاء الله تبارك الله. شوف يعني المصوتين يعني صراحه شوف لو تخش في النت شوف يعني الاعداد الهائله اللي بتخش وتشارك في البرامج حقت الام بي سي، صراحه يعني شيء كبير يعني. شكرا لك يا محمد نور والف مبروك. يعني هذه اكثر هذه يا اخوي مصطفى يعني من الامثل والاجمل يعني لازم كل التحيه لك. والله معليش واسفين على الاطاله. بالعكس الف مبروك يا محمد، وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله يتوج هذا اللقب ايضا مسيرتك الرياضيه كافضل لاعب عربي في الالفيه الجديده، وطبعا حنعمل لك احتفاليه هنا في البرنامج ان شاء الله. ما حيتوج، انا بالنسبه لي لسه انا اطمع في المزيد ان شاء الله اخوي مصطفى. ان شاء الله يا رب. تستاهل. كلمه من ابو عوف اتحادي عبد الرحمن محمد، ما حصل افضل لاعب عربي في الالفيه العتيقه. محمد انا اهنيك على هذا المستوى، وان شاء الله دائما نشوفك في تطور، وكونك اتحادي وانا اتحادي طبعا فرحان لك كثير جدا،
خصوصا عودتك من الكويت، يعني جاي من الكويت وانت فرحان اكيد. الله يسلمك والله اكيد، وبرضه انا اهنيك يعني في نفس الوقت صراحه على يعني صراحتك واطلاع واعلان اتحاديتك يعني امام الملأ، رغم انه في ناس يعني يخافوا انه لا يقولوا ايش هم يشجعوا، يعني خوف من الجماهير ولا يعني انه لا احد يتكلم ولا هاي يقول تحيه شيء. من نصراوي بعد كفاح الكعبي. يعني محمد نور ما اقول قد ما نتكلم عنه يعني قليل. صوتت له؟ طبعا انا صوت له، لانه محمد نور هو الافضل بالنسبه لي الان في الكره السعوديه. نعم. صوت عليه. انا اقول نضوج الكروي 33 سنه، ولكن اقدر اكثر واحد يعطي في هالوقت ان شاء الله. محمد رد عليه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا الله يخليك. الف مبروك ورمضان كريم، وشكرا لك يا محمد. شكرا يا كابتن. شكرا مبروك. خلينا نور على نور. لا ما بدي غيثر راح يفوتنا بالحيط وتيجي تفوتنا بالحيط انت كمان. خلينا انا ما اعلق. انت ما تعلق. ايوه خليك. خلاص انا الحين رمضان وخلاص. الشياطين وقفوا بعيد يا ابن الحلال الله يخليك. ما يقوله الاثنان انا ما لي علاقه فيه. ايوه خلينا نروح لفاصل اعلام من